لعب ماركو أنطونيو بنتيغوديا انقاد الميلان لهزيمة مفاجئة على يد مضيفه فيرونا الذي عاد لدور الأضواء بعد غياب امتد ل11 عاما. الميلان الذي خسر أول مباراة له الموسم الماضي كذلك أراد تجنب المفاجآت المبكرة فسارع لافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الجديد أندريا بولي القادم من سامدوريا، ولكن فرحة مشجعي الروسونيري سرعان ما بددها المخضرم لوكا توني الذي عدل النتيجة في الدقيقة 30 مسجلا هدفه رقم 110 في الكالشيو. قبل انطلاق الفترة الثانية اتفق بالوتيلي ونيانغ على الطريق المثلى المؤدية للشباك، ولكن النجاعة كانت من جانب لوكا توني برأسية أخرى في الدقيقة 53. لوكا توني غادر الميدان في الدقيقة 85 بعد أن ضمن لفيرونا انتصاره الأول في المباراة الافتتاحية للدوري منذ ربع قرن، وفوز مستحق على الميلان هو الأول لفيرونا منذ 16 عاما.